القضية الفلسطينية تمر بمرحلة صعبة وقاسية من خلال الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، ومن خلال أيضا الاستيطان الإسرائيلي في الضفة وتهويد في مدينة القدس، وأيضا من خلال المؤامرات السياسية التي أبرزها مؤامرة ترامب المعروفة باسم صفقة القرن، والتي تهدف إلى شطب وإنهاء القضية الفلسطينية. هناك مخاطر كبيرة تتعرض لها قضية فلسطين، ولذلك نحن ندعو أبناء الأمة الإسلامية في كل مكان أن ينهضوا من أجل إسناد ودعم القضية الفلسطينية في وجه المؤامرات الإسرائيلية والأمريكية والدولية. هناك أشكال كثيرة لدعم قضية فلسطين، ويجب أن تتعامل الأمة مع هذه القضية على أنها هي قضية أمة وليست قضية الشعب الفلسطيني. نحن بحاجة إلى دعم سياسي وإعلامي ومادي يشارك فيه كل أبناء هذه الأمة من رجال ونساء وشباب، واستنهاض ما أمكن من حكومات لنصرة هذه القضية. نحن واثقون أننا نستطيع أن نفعل ذلك، وفي جميع الأحوال الشعب الفلسطيني صامد على أرضه ولن يتراجع ولن يتنازل ولن ينكسر للمخططات والمؤامرات الإسرائيلية والدولية. القدس هي قلب المسلمين وهي قلب فلسطين، ولن تكون فلسطين ولن تكون للعرب شأن أو المسلمين في العالم شأن بدون القدس. فهي الله سبحانه وتعالى خص فلسطين وبما فيها القدس 6 مرات باركنا فيها، باركنا حولها الأرض المقدسة، فلها خصوصية في قلب المسلمين، ولن يكون للمسلمين حضارة أو شأن بدون القدس. وما زال المسلمين قلوبهم تنزف دما على أهمية القدس وأهمية فلسطين. وفي القريب إن شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا رجلا رشيدا مثل صلاح الدين يلملم هذه الأمة من خلافها واقتتالها إلى توحيدها وإلى النهوض بها للمواجهة الصليبية اليهودية، لأنه لن يستطيع الفلسطينيين أو العرب لوحدهم مهما كانت قوتهم ومهما كان إمكانيتهم في مواجهة المشروع الغربي الصهيوني. لا بد من استنهاض الأمة كلها من عرب ومسلمين وفلسطينيين وكل أنحاء العالم الإسلامي وإمكانياتهم حتى نستطيع مواجهة هذا المشروع، لأن المشروع مشروع صليبي يهودي مهما تلونوا خلفه من أسماء. فأمتنا أمة مسلمة قد تمرض هذه الأمة وقد يشتد المرض وقد تطول المرض، لكنها لن تموت وعدا من الله. إن ننصر رسلنا والذين أكثر من آية في القرآن الكريم وعد من الله إن النصر قادم بإذن الله. نخرج صلاح الدين بأن نعلم أطفالنا في المدارس وفي الجامعات سيرة صلاح الدين وسيرة أبطال هذه الأمة مثل صلاح الدين. لا بد أن نعلم أطفالنا في المدارس والجامعات من أول يوم يدخلون المدارس إلى نهاية الجامعات. لابد أن تقرر مادة دراسية عن فلسطين وعن الشخصيات العظيمة في الإسلام، ابتداء من الخلفاء الراشدين إلى كل من شارك في تحرير فلسطين على مدار التاريخ الإسلامي. فمن الأطفال ومن طلاب المدارس ومن طلاب الجامعات سيأتي يوم يخرج منهم القيادة الرشيدة مثل صلاح الدين الأيوبي. أما في هذه الفترة التاريخية ما زلنا نلعق الجراح ونعاني من آلام هذه الأمة.